السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج العاشرة بصراحة. دون مقدمات سأدخل في صلب الموضوع على طول. بمدينة مراكش وقعت حادثة غريبة على هذا الوطن العزيز، حادث إطلاق نار على رواد بمقهى لاكخيم بمدينة مراكش بالحي الشتوي. هذا القهوة اللي كتوقع مباشرة قدام المحكمة ديال الاستئناف. هناك مجموعة من الأنباء، هناك تضارب ديال الأخبار بخصوص هذه الواقعة. من أجل تقريبكم أكثر من هذا مسرح الجريمة ومن أشنو وقع، معنا مباشرة من هناك عزيز مريد. سي عزيز، أهلا وسهلا بك. عزيز مريد، إذن فقدنا اتصال بعزيز مريد، غنعاودوا من جديد نربطوا به الاتصال. عزيز مريد سوف يكون معنا من امام يعني مسرح الجريمه، وهناك مجموعه من المعطيات غادي نقدموها للساده المستمعين والمستمعات بخصوص اشنو وقع في الحي الشتوي بمدينه مراكش. مدينه مراكش اللي معروفه يعني بالهدوء ديالها، معروفه ايضا بالناس ديالها الطيبه. اذا نحن الان على المباشر، يعني الصوره سوف تصل للساده المستمعين من خلال الصفحه ديال بصراحه غاديو بلوس، اديب غاديو بلوس وغاديو بلوس ماروك. ومعنا مباشره من هناك سي عز مولي. عز مولي، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا اديب. مساء الخير جميع المستمعين والمستمعات اللي كيتابعونا. فعلا احنا الان مباشره في المكان اللي عرف هذا المساء حادث اطلاق نار من طرف مجهولين على واحد الرواد مقهى معروف بالحي الشتوي بالقرب من محكمه الاستئناف. والحادث كما كتعرفوا اديب، فالحدث الان يعني كاين قتيل واصابه شخصين، بينهم فتاه تم نقلهم على وجه السرعه للمستشفى بعد اصابه ديالهم بجروح بالغه حسب مصدر طبي اللي اكد المرض يعني الحاله ديالهم. وبالنسبه للاشخاص المشتبه فيهم باطلاق النار، فالابحاث لا تزال جاريه من طرف عناصر الامن ومختلف الاجهزه الامنيه بمراكش، وراح يعني على حسب المعلومات الحصريه اللي توصل بها راديو بلوس فقد توصلوا الخيوط الاولى، والان راح تعقبهم بمراكش. والحمد لله يعني تم استبعاد يعني الحادث ديال هذه الحاله هذه. وحسب السلطات المحليه بلغ اللي صدرات قبل قليل، فالحادث تعتبر تصفيه حسابات بين بعض الاشخاص، بينهم اشخاص من الجاليه المغربيه بالخارج، هذا حسب المعطيات الاوليه اللي توصل لها راديو بلوس. نعم، طيب الصور التي نشاهد الان عزيز مباشره وهي صور حيه من يعني مازال الناس متجمهرين تيبانوا لي تما كايناش يعني. نعم اسمح لي. تفضل عزيز. نعم جاء الحين الان كتوجدوا امام محكمه الاستئناف، يعني بالضبط المقهى اللي كان مسرح لهذه الجريمه اللي تجليها الغائب عن المحل. وكذلك يعني تم تسويق المقهى وكذلك مسرح الجريمه من طرف عناصر الشرطه التقنيه. نعم، لا اسمعك بشكل واضح عزيز. عندك مشكل ديال الريزو؟ نعم، عندك مشكل ديال الريزو، ما كنسمعكش مزيان. غادي نرجع عليك بعد قليل. اشير بانه الى حدود الان وحسب السلطات الامنيه بمدينه مراكش، وهذه الصور التي تشاهدون الان مباشره من امام المقهى اللي كانت مسرح لهذه الجريمه، جريمه اطلاق نار من طرف اشخاص على رواد المقهى. تشير المعطيات يعني كما اشار عزيز مريد مدير قسم الاخبار براديو بلوس مراكش بان تصفيه حسابات بين يعني اشخاص بعضهم البعض. الان المعطيات المتوفره وفاه شخص يعني
اصابه شخصين من بينهم فتاه. يعني كنتمنى انه الصوره الان تكون كتصور بشكل واضح يعني للساده المستمعين والمستمعات على اللايف اللي كاين الان على بصراحه راديو بلوس وراديو بلوس ماروك واديب راديو بلوس. صور مباشره من عين المكان، مكان وقوع هذه الجريمه. تشير المعطيات اذا كيبان انه الناس باقيين مجموعين. كنشكر السي مصطفى اللي عطينا الصور مباشره من مسرح الجريمه. اذا ممكن ناخذ صوره على الناس اللي باقيين كاينين تما كاينات، يعني واش السلطات باقا عزيز يعني باقا الابحاث جاريه في مسرح الجريمه؟ نعم بالفعل، يعني الابحاث لا زالت جاريه من طرف عناصر الشرطه العلميه والتقنيه كيف سبق لي وذكرت، التابعه للمصلحه الولائيه للشرطه القضائيه. ولي الجهه سي مفتاح البجاوي غادر مسرح الجريمه قبل قليل، مرفوق بقائد الجهه الترك الملكي، وكذلك والي ولايه امن مراكش، بالاضافه الى مجموعه من المسؤولين اللي حلوا بعين المكان قبل قليل. والان يعني على حسب المعلومات اللي توصلنا بها، فالضحيه كيتابع الدراسه ديالو بكليه ديال الطب مراكش. كليه الطب. طيب، بالنسبه هناك انباء تشير الى القاء القبض على المشتبه فيهم في ارتكاب هذه الجريمه؟ لا، باقي هذه اخبار غير مؤكده، وحنايا الان على تواصل مباشر مع المسؤولين الامنيين، وكذلك مسؤولين السلطه المحليه، وكذلك ولايه جهه مراكش اسفي. يعني باقي الابحاث كاين، يعني وصلوا الخيوط الاولى بالنسبه فيما يتعلق بالمشتبه فيهم بارتكاب الجريمه، ولكن الاعتقال باقي خبر غير مؤكد. نعم. طيب، بالنسبه للناس يعني كيبان لي الناس باقي مجموعين بزاف، يعني كيفاش تلقات الساكنه ديال مدينه مراكش؟ نعرفوا مراكش مدينه سياحيه، كيف تلقت هذا الخبر وكيف عاشت اجواء هذه يعني الجريمه التي يعني هي غير مألوفه بالنسبه للمغاربه كاملين؟ بالفعل احنا يعني من خلال واحد الجوله اللي قمنا بها في الارجاء ديال مسرح الجريمه، وشفنا كذلك سمعنا الناس اللي كاين هنا المواطنين، فكل شيء كيذكر هذه الجريمه الشنعاء بطبيعه الحال، لانه حنا كنعرفوا مدينه مراكش مدينه سياحيه، وهذا الشيء فين يعني المواطنين والمراكشيين خايفين على السياحه بطبيعه الحال في المدينه اللي كتعتبر مراكش القاطره للسياحه في المملكه المغربيه. الحمد لله السلطات من بعد ما عرفوا بانه هذه جريمه تدخل في اطار تصفيه الحسابات بين بعض المافيات اللي كاين خارج ارض الوطن، وللاسف الشديد كترتكب حالات الجرائم في المدينه بحال مراكش اللي حنا كنعرفوا بانه الحمد لله انتعشت السياحه فيها مؤخرا، وكذلك كتنعم بواحد الامن والامان. فالمواطنين بطبيعه الحال المراكشيين كيستذكروا هذا العمل الهمجي، هذه الجريمه شنعاء. سنتين يتم نصب مجموعه من الكاميرات اللي بلغت لحد الان تقريبا 75 كاميرا، والحمد لله فالكاميرات تمت الاستعانه بهذه الكاميرات بهذه الكاميرات باش يتوصلوا للخيوط، وفعلا فهي اللي فكت الشفره الاولى من هذه الجريمه. والحمد لله الان يعني كاين واحد التوق كبير مضروب على مختلف المنافذ والمعابر ديال مراكش بما فيها مطار المناره، وكذلك مختلف النقط يعني نقاط المراقبه اللي كاينه منتشره في مختلف المداخل ديال مدينه مراكش. طيب، يعني الصور يعني التي تم تداولها من طرف يعني رواد وسائل التواصل الاجتماعي، صور تظهر بان كاين شخص يعني مات سيغ بلاص، يعني في بلاصتو. نعم. بعض المسؤولين في المستشفى ديال بن طفيل اكدوا لنا على الحمد لله ان تم يعني ان الحاله الصحيه ديال الجريحه فهي حاله مستقره. طيب. ولا تدعي يعني اي. طيب، غتبقى معي عزيز، غادي نعطي الساده المستمعين على اللايف يعني الصور التي توصل بها البرنامج. هذه صوره البنت الضحيه، وهنا هذه صوره الشاب اللي توفى
يعني كما قال عزيز هناك معلومات تشير بأنه يعني يدرس بكلية الطب بمدينة مراكش. هذه هي الصورة ديالو، نقربوا أكثر السادة المستمعين والمستمعات باش يمكن توضح عندهم الصورة. هذه صورة الضحية الذي قتل في مسرح الجريمة. وايضا هناك اصابه ثالثه عز ولا جوج ديال الضحايا؟ بالفعل هناك اصابه ثالثه. واحد الشخص كان جالس بالقرب من الضحيه، ويرجح انه نجل محامي معروف في مدينه مراكش، وحتى هو تم النقل ديالو لمستشفى الوظيفي. طيب شكرا لك مريد على هذه المباشره والحيه والحصريه لراديو بلوس. اشكرك جزيل الشكر عز مريد. إذا كانت هذه مراسلة مباشرة من أمام المقهى اللي عرفت يعني هاد الجريمة. غادي نمشيو ناخذوا آخر الصور مباشرة من مكان وقوع الجريمة. آخر صور مع مصطفى ممكن تعطينا الصورة الآن ديال المقهى مباشرة من مدينة مراكش. ناخذوا الصور ديال الحركة ديال السير وديال الناس اللي باقيين متجمعين، أعتقد تماك في مدينة مراكش بالضبط في الحي الشتوي. اذا عادت الحركه اعتقد يعني تلقوا الطريق. هنا كتبان هذا الشارع الرئيسي اللي قدام القهوه اللي قدام المحكمه ديال السيناف، وهنا كتبان لكم بشكل واضح القهوه اللي كانت مسرح ديال الجريمه التي راح ضحيتها كما قال عزيز مريد مباشره من مدينه مراكش. شخص يرجح حسب معطيات اوليه بانه طالب بكليه الطب بمدينه مراكش، واصابه بنت اللي كانت معاه يقولوا يعني الاطباء بان حالتها مستقره. وايضا شخص اخر كان متواجد في المقهى لحظه وقوع عمليه اطلاق النار. اشير بان اطلاق النار تم باستخدام دراجه ناريه، وكان على متن هذه الدراجه الناريه الشخصان. الان تظهر هناك انباء عن يعني فك خيوط هذه الجريمه من طرف عناصر الشرطه العلميه وكل مختلف العناصر ومختلف يعني السلطات الامنيه بمدينه مراكش، حتى يتم تقديم المتهمون في هذه القضيه للعداله وموافاه الراي العام بكل مستجدات هذه القضيه. شكرا لعز مريد، شكرا لمولاي مصطفى على هذه الصوره اللي كتصورنا مباشره من امام المقهى ديال لاكخيم امام المحكمه ديال السيناف بالحي الشتوي بمدينه مراكش، التي كانت مسرح لعمليه اطلاق نار من طرف مجهولين على رواد مقهى الحصيله المعلن عنها الى حدود الان وفاه شخص يعني متاثرا ب يعني القرطاس الضربه اللي جاته على مستوى الراس، وايضا اصابه البنت اللي كانت معه ربما وشي حد اخر كان في لحادث اطلاق النار التي عرفته مدينه مراكش. شكرا للجميع، شكرا للسلمي. الان اترككم مع حلقه جديده من برنامج العاشره بصراحه، فيها القرطاس حتى ولكن هذه المره سوف نوضح لكم الصوره التي وصلت للكثير من المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب بخصوص الشاب اللي كان في الوزيس وتم اطلاق عليه النار. هل هو مجرم ام طبيب؟ هل مات أم ما زال حيا؟ الجواب في برنامج العاشرة بصراحة بعد هذا الاختيار الغنائي. ابقوا معنا، هذه الحلقة غتتابعوها الآن على اللايف بطبيعة الحال مع السادة المستمعين والمستمعات، وكنشكر كل الناس اللي بارطاجوا معنا هذا اللايف وكل الناس اللي كيتابعوا هذه المستجدات. شكرا لفريق راديو بلوس كامل بمدينة مراكش على هذه التغطية.